لو عايز تبتدي في التسويق بالعمولة على التيك توك من موبايلك، بس المرة دي بقى لا هتسوق لأمازون ولا لكليك بانك، لا ده انت هتسوق لمواقع التسويق بالعمولة اللي جوه مصر والعالم العربي. فانت كده جيت في المكان الصح، وصدقني الفيديو ده مفيد ليك جدا، وده بما انه الحل اللي قدامنا في حين ان احنا مش عارفين نعمل اكونت تيك توك امريكي عشان نسوق لأمازون وكليك بانك وعلي اكسبريس وكل الحاجات اللي بره دي. وليه مش عارفين نعمل حساب امريكي؟ عشان طبعا القصة اللي اتكلمنا عليها 100,000 مرة دي، وهي الرقم الامريكي والفي بي ان والسجل الضريبي والحاجات دي كلها. فاحنا لازم بقى نتعامل مع الامر الواقع دلوقتي، ونحاول بقى نستفيد من التيك توك من حسابنا المصري او العربي اللي فاتحينه من بلدنا العادي ده، ونحاول على قد ما نقدر نستغل ميزه الانتشار اللي موجوده على التيك توك. وعشان بقى كل الكلام ده، فاحنا عملنا لك النهارده فيديو قوي جدا عن الموضوع ده، وبشرح عملي خطوه بخطوه ازاي تسوق بالعموله على التيك توك للعالم العربي بتاعنا. وهنبتدي معاك خطوه بخطوه من اول اختيار المنتج، وازاي بقى تسوق له على التيك توك بفيديوهات، وخصوصا لو انت واحد مش عايز تطلع ولا تظهر بوشك، ازاي المنتج ده بقى اوصله للعميل لحد باب البيت لو في عميل جه طلب مني المنتج ده، وازاي بقى في الاخر استلم فلوسي لو العميل دفع فلوس الاوردر، هاخد عمولتي ازاي بقى. وهنعمل كل الكلام ده بقى عن طريق الذكاء الاصطناعي زي الفيديو اللي هتشوفوه دلوقتي حالا ده. إذا ما عندك شنطة الماجيك فأنت خسران الكثير. شنطة لازم تلازمك كل يوم ولأي مكان، تتوسع وتطوي نفسها بأسلوب ساحر، بقدر تشيل كل اللي تحتاجه ليومك، بتتشال على الكتف بسهولة، أو تعلقها في الترولي بإتقان، للجيم، للنادي، للشغل أو السفر، دايما معاك، مصنوعة بخامة عالية الجودة، صيني الصنع، ولا تنسى إنها ووتر بروف، يعني ضد الماء تماما، والسعر مفاجأة، وكمان التوصيل مجاني لأي مكان في مصر. لحجز شنطة الماجيك سيب رسالة على الخاص الآن. اهلا بيكم في قناه اي مكاوي، انا محمود المكاوي، وده فيديو جديد لينا على القناه هنا. وسط ما الناس كلها بتحاول تستغل ميزه الانتشار اللي موجوده على التيك توك، بس طبعا قصدي يعني استغلها في حاجه حلال مش حاجه حرام، فبقى في طرق كتيره جدا للتسويق بالعموله لمنتجات، وخصوصا بعد ما في مواقع تسويق بالعموله عربيه كتيره قوي فتحت، والمواقع طبعا دي كلها بتسمح لك انك تسوق لاي منتج عندها. وطبعا المواقع دي كتيره جدا، يعني زي تاجر، ماركتلي، فيندور افيليت، جمال، جامايكا، وكتير جدا ما بيخلصوش يعني، وعدد المنتجات فيهم بقى بالالافات. والمواقع دي بقى انت كل وظيفتك ان انت بس تجيب لهم عميل عايز يشتري المنتج، وبعد كده هم اللي هيقوموا بكل حاجه، هم اللي هيجيبوا المنتج من المورد، وهم اللي هيشحنوه ويوصلوه للعميل لحد باب البيت، وهم اللي هيستلموا الفلوس من العميل، وهم اللي هيحولوا لك عمولتك ايا كان بقى، سواء على البنك بتاعك او المحفظه بتاعتك او ايا كان. انت بس بتعمل اول خطوه ان انت تجيب لهم عميل، والباقي كله هم اللي بيعملوه. فاذا طبعا بقى من كل الملخص اللي قلناه ده، فانت اهم خطوتين بالنسبه لك دلوقتي انك تختار المنتج وانك تسوق له، عشان يترتب عليهم النتيجه ان انت تجيب عميل من الخطوتين دول. طبعا الطريقه دي تنفع للاثنين، سواء انت عايز تظهر بوشك وتطلع تشرح المنتج وكده، او ممكن نعملها عن طريق الذكاء الاصطناعي، وده اللي هنتكلم عليه في الفيديو بتاع النهارده، انك تجيب بلوجر او حد من بتوع السوشيال ميديا بس عن طريق الذكاء الاصطناعي، يكون شبه البني ادمين او اقرب ما يكون الى البني ادمين، وهو اللي يشرح ويسوق للمنتج. ويلا بينا بقى دلوقتي من غير رغي كتير، تعال نخش على الشرح العملي ونشوف بقى هنعمل كل اللي احنا قلناه ده دلوقتي ازاي، خطوه بخطوه بالتفاصيل الممله. وطبعا قبل اي حاجه ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، وتنضموا لجروب التليجرام، وهو جروب عليه دعم 24 ساعه لاي استفسار انت عايز تقوله. موقع التسويق بالعموله بقى اللي اخترنا نعمل معاه التجربه دي من وسط مواقع التسويق بالعموله الكتيره جدا، هو موقع فيندور افيليت. وعايز اقول لك ما تقلقش من الموضوع ده خالص، المواقع كلها زي بعضها، سواء في طريقه التسجيل او طريقه انك تعمل اوردر من عليها او طريقه اختيار المنتج، كلهم زي بعض. فانت لو شفت موقع واحد بس هتعرف تعمل الباقي كله. اول خطوه معانا هنروح على موقع فيندور افيليت، وطبعا فيندور افيليت كنا اتكلمنا عنه في فيديو قبل كده، وهنسيب لكم الفيديو تحت في الديسكربشن. والتسجيل عليه بسيط جدا، وكنا اتعلمنا قبل كده ازاي نعمل الاوردر، وازاي ناخد البيانات من العميل، وازاي نحط البيانات هنا، وكل الكلام ده. وبرضه هنعيدها دلوقتي سريعا كده للي ما شافش الفيديو اللي فات. وهتلاقي هنا عندك بقى منتجات كتيره جدا ما بتخلصش. فاحنا مثلا هنا مثلا جايب لنا جزم وحاجات جلد وكده، فانا مثلا لو عايز اسوق لشنطه مثلا عشان بتبقى حاجه عليها طلب والبنات بتحبها وكده، واي حد بيحتاجها يعني، فانا هروح اكتب في السيرش شنطه، ويقوم جاي هنا عند ابحث من على الشمال، وبعد كده لقيت قدامي كذا شنطه كده، فهنفتح اول شنطه معانا ديت اللي هي اسمها شنطه الماجيك دي، وهنلاقي والله انها شنطه شكلها حلو وفيها حاجات كتيره والوان كتيره وكمان مساحتها كبيره، فانا شايف ان الشنطه دي منتج كويس ان احنا نسوق له. طبعا بقى اختيار المنتج دي بتبقى حاجه راجعه لك انت، كل واحد بقى ايه يحاول يعمل ابحاث ويدور ويشوف السوق محتاج ايه، ويشوف ايه المنتج اللي هو محتاج ان هو يسوق له. بس احنا مثلا هناخد مثال مثلا الشنطه دي، وهنلاقي فوق هنا لينك الميديا، ولينك الميديا دي هي الفيديوهات والصور اللي احنا ممكن نستخدمها ونعمل فيديو عن طريق الذكاء الاصطناعي، ان نجيب افاتار
يشرح المنتج عن طريق الصور والفيديوهات دي، وهنشوف الكلام ده كله دلوقتي. هنروح ندوس على لينك الميديا دي وهيظهر لنا الحاجات دي كلها على الجوجل درايف، ودي كلها بقى عبارة عن صور، وهنلاقي هنا ميديا إضافية صور تانية برضو، وهنلاقي برضو جوه الدرايف ده فيديوهات هنروح ندوس عليها برضو، وهنلاقي موجود فيديوهين كده. واظن دي داتا كويسه جدا للتسويق لمنتج، صور وفيديوهات بكذا طريقه وبكذا شكل هتساعدنا في الفيديو اللي احنا عايزين نعمله، وكلها طبعا بيبقى معاها احقيه نشر. وطبعا اللي هنعمله دلوقتي اللي هنروح نعمل داونلود لكل الكلام ده وهننزله عندنا بالشكل ده كده. وبعد ما عملنا داونلود دلوقتي للصور والفيديوهات، دلوقتي بقى ان احنا عايزين نعمل فيديو ترويجي لافاتار بيتكلم باللغه العربيه، سواء واحد او واحده بيشرح المنتج ده. وطبعا انك تجيب شخص تشرحه دي حاجه هتساعد جدا الفيديو يبقى فايرال على التيك توك. هنروح دلوقتي بقى على موقع توب فيو اي اي، وموقع بقى توب فيو اي اي هو اللي هيساعدنا في ان احنا نعمل فيديو لافاتار بيشرح المنتج اللي هو الشنطه ده. وطبعا زي ما قلنا ان ميزه الموقع ده انه بيديك اشخاص شبه الحقيقيين بالظبط. هنروح نسجل عليه في الاول، وطبعا كنا عملنا فيديو قبل كده عن توب فيو ده بس واحنا بنسوق لمنتجات امازون وكان بالانجليزي، انما المره دي بقى هنعمل لو احنا عايزين نسوق لمنتج جوه مصر او جوه عالمنا العربي، فاحنا محتاجين لغه عربيه تكون كويسه وقويه. هنسجل في الاول والتسجيل عليه بسيط جدا، بعد كده هنوصل عند الواجهه دي، هنروح ندوس هنا على الابلود فايل. طبعا هنا حاجه بقى مهمه جدا ان هنلاقي ان الموقع ده انت بتديله اللينك بتاع المنتج، وبعد كده الموقع هو اللي بيعمل لك الفيديو بتصميمه بكل حاجه. بس بقى في مشكله هتواجهها هنا، ان الموقع ما بيدعمش المواقع العربيه، يعني هو بيدعم امازون، شوبيفاي، يوتيوب، علي بابا، تيك توك، كل الحاجات الاجنبيه، واتسي واي باي وكله. فاحنا في الحاله دي مش هنعرف نجيب اللينك بتاع المنتج فوق من فيندور افيليت ونحطه على طول، الفيديو مش هيطلع معانا. بس احنا دلوقتي بقى هنتكلم على طريقه هنعملها هتخلينا نعمل الفيديو احترافي زي بتاع امازون اللي عملناه في الفيديو اللي فات بالظبط. اول حاجه هنروح ندوس على الابلود فايل، وهنروح دلوقتي بقى نعمل ابلود لكل الصور والفيديوهات اللي احنا نزلناها من على الدرايف من شويه ده، اللي جبناها من على فيندور افيليت. وكده دلوقتي احنا عملنا ابلود لكل الداتا اللي احنا جبناها اللي فيندور افيليت كان مديها لنا، وكلها معاها احقيه نشر بنسبه 100%. وطبعا الموضوع بياخد وقت شويه عمال ما يعمل ابلودنج عشان في فيديوهات وكده بتبقى مساحتها كبيره، فهنستنى شويه كده حوالي 7-8 دقائق كده، يعني مش كتير. وعمل الفيديوهات والصور دي ما تخلص ابلودنج، فاحنا هننزل تحت هنا وهنكتب البرودكت نيم وهنجيبه من هنا وهنسميه شنطه الماجيك، وهنحطه بالشكل ده كده. وبعد كده هنجيب الديسكريبشن بتاع الموقع اللي هو مديهولنا اللي هو الوصف ده، الوصف بتاع الشنطه، وهنروح ناخد الوصف ده كله كوبي وهنحطه هنا بيست في البرودكت ديتيلز. وهنا بقى احنا هنحطه بس كده، لكن الموقع عنده ذكاء اصطناعي قوي جدا وبيستخدم شات جي بي تي اعلى نسخه، فهو بيخلق لك سكريبت قوي جدا، انت بس بتديله الوصف وهو اللي بيخلق السكريبت الجذاب والحلو وكده من نفسه. هنكتب تحت هنا بس كده كاننا بنكتب لشات جي بي تي بالظبط، هنقول له ان احنا عايزين اللغه تبقى قريبه من اللغه المصريه، عشان مثلا احنا المنتج ده عايزين نعرضه مثلا في مصر، او مثلا تقول انت عايز تعرضه في الخليج، ايا كان قول اللي انت عايز، قول اللي نفسك فيه والموقع هيعمله لك. وكتبت كمان حته كده ان احنا عايزين اللغه تبقى قريبه من اللهجه المصريه. هننزل تحت هنا وهنعوز دلوقتي بقى كده شويه حاجه هنحددها. طبعا احنا عايزينه فيديو 9:16 عشان يبقى التيك توك او يوتيوب شورتس، ولو عايزينه حاجه مناسبه للريلز فهنعمله 1:1. بعد كده هنيجي هنا على اللغه، فاحنا هنعملها طبعا لغه عربيه. الصوت بقى انت ممكن تختار اي صوت انت عايزه، بس انا ممكن اسيبها اوتو سيلكت زي ما هي، يعني مش هتفرق. هنا بقى دي النقطه الاهم، الافاتار. لو دوسنا على الافاتار زي ما انت شايف كده هتلاقي الكميه صور لافاتارز كتيره جدا وبجد شبه الانفلونسرز الحقيقيين، ما تحسش خالص ان ده ذكاء اصطناعي، فهم اقرب ما يكون للطبيعي، ودي ميزه الموقع ده. فهنقعد ننزل كده، عايزين حاجه بقى طبعا تكون مناسبه للهويه العربيه بتاعتنا، فاحنا ممكن نختار البنت المحجبه اللي لابسه ازرق دي، وهتلاقي دلوقتي البنت المحجبه دي في 4 اوضاع ليها، سواء واقفه، سواء قاعده، سواء بتشرح على حاجه، سواء على كنبه، ايا كان يعني. فاحنا نختار مثلا اللي هي الصوره الثالثه. طبعا ده براحتك بقى على حسب المنتج، حاول تختار يعني مثلا لو حاجه تعليميه غير لو حاجه ترفيهيه، تحاول تختار بقى ايه شكل يكون قريب شويه من المنتج. فهروح ادوس عليها، بعد كده انزل تحت على كونفيرم، وبعد كده هننزل تحت هنا هتلاقي في كلمه مور اوبشنز دي برضه عشان تبقى عارف كده. فانت عايز لك الرايتنج ستايل، فاحنا ممكن نخليها باي اي اي، يعني عايزه مثلا يبقى بولد ولا تبقى يقدم لك مثلا وجهه النظر الاول، بعد كده يقول لك الحل بتاعها، ولا يعمل لك حاجه اتنشن تجذب الانتباه، فاحنا نخليها اوتو سيلكت زي ما هي. عندك هنا الفيديو لينس مثلا من 30 ل 50 ثانيه، انا شايف ان ده وقت كويس من 30 ل 50 ثانيه في فيديوهات التيك توك، يعني اكتر من كده كتير واقل من كده قليل. وطبعا هنا بقى لو عايز تحط اللوجو بتاعك، دي برضو حاجه احنا مش عاملين براند يعني عشان نحط اللوجو بتاعنا، والووتر مارك دي مش هنحطها برضو دلوقتي. ولما دوسنا بريفيو على الفيديو التاني ظهر لنا بالشكل ده كده بالظبط. وبرضه الفيديو التالت ده سكريبت تالت برضه، لو دوسنا بريفيو هيقعد يحمل، بعد كده هيظهر معانا. دلوقتي بقى تعالى نسمع واحد فيهم كده ونشوف هو عامل ازاي. إذا ما عندك شنطة الماجيك فأنت خسران الكثير. شنطة لازم تلازمك كل يوم ولأي مكان، تتوسع وتطوي نفسها بأسلوب ساحر.
بقدر تشيل كل اللي تحتاجه ليومك، بتتشال. وزي ما انتم شفتوا دلوقتي الفيديو شكله حلو جدا، والبنت بتشرح كل حاجه في المنتج بشكل كويس، لكن طبعا ممكن تلاقي فيه كلمه او كلمه كده او كده يعني بتقولها مش بشكل حلو، وعشان هي بتتكلم بيه الذكاء الاصطناعي فانت محتاج ان في كام كلمه كده تغيرها بمعنى تاني فهي تنطقه كويس. يعني مثلا هنا تحت بعد ما هنقول انها ووتر بروف ممكن نكتب بعديها والتوصيل مجاني لاي مكان في مصر مثلا، يعني زي ما انتم شايفين كده، عشان برضو بيتفرج على الفيديو يعرف ان التوصيل ده جوه مصر. وهنا مثلا ممكن تقول مثلا تتوسع وتطوي نفسها، ممكن مثلا تبدلها بدل تتوسع وتقفل نفسها باسلوب ساحر، او بلاش اسلوب ساحر نخليها باسلوب حلو. تقعد تعدل بقى في الكلام وتقعد تجرب كده لحد ما يطلع شكل الفيديو حلو في الاخر. وهي دي الحاجه الوحيده اللي بتاخد شويه مجهود، طبعا هو كله على بعضه عباره 34 ثانيه فمش تاخد وقت كتير يعني، بس هي دي الحاجات ان في بعض كلمات هتستبدلها تشوف ايه اقرب كلمه ليها كده باللغه العاميه بتاعتنا وتكتبها. وانا جربت تاني كذا مره كده وعدلت شويه كلام، طبعا الكلام هتيجي هنا وتعدله سواء عايز تزيده عايز تشيله عايز تزود حاجه عايز تشيل حاجه بالشكل ده كده، فهي دي يعني ايه الموضوع ده بسيط. وانا عدلت شويه حاجات كده لحد دلوقتي بقى ما لقيت ان الفيديو شكله مناسب. وطبعا عندك هنا بقى سكريبت تاني، طبعا ده بيبقى مختلف شويه، الهوك اللي في الاول دي بتبقى مختلفه، وعندك هنا سكريبت تالت ممكن برضو تختار اي واحد فيهم انت عايزه، وهم كلهم نفس الموضوع بالظبط هو الشنطه، لكن بقى ايه بطريقه مختلفه. طبعا انت بتختار الطريقه اللي انت عايزها فيهم. وبعد ما تحدد كل حاجه انت عايزها، طبعا انت لما بتعدل اي حاجه من هنا بتروح تدوس هنا على الشمال هنا عند ابلاي اند بريفيو، يعني ابلاي كل الكومنتات دي، عشان لو عملت اكسبورت على طول مش هيتعمل له اكسبورت، لازم تيجي على الشمال هنا تعمل ابلاي الاول، ده لو عملت تعديل. وبعد ما غيرت كل حاجه انا عايز اغيرها دلوقتي، وكمان انت لو عايز تغير حاجه في الوصف بتاع الفيديو هتيجي على الشمال هنا، وانا مثلا زودت هنا ان هو ايه لو عايز الشنطه سيب رساله على الخاص مثلا، يعني دي انا زودتها، فلو عايز تزودها من هنا بعد كده تروح تدوس على تحتيها اللي هي ريجنريت. بعد ما خلصنا كل حاجه هنروح ندوس على الاكسبورت، وهنا هيقول لك ان الفيديو بيتعمل ب5 كريدت، طبعا احنا عايزينه من غير ووتر مارك عشان طبعا بالووتر مارك هيبقى شكله مش حلو. والفيديو دلوقتي بيتعمل له اكسبورت وهينزل معانا، وطبعا انا هتعمل معايا اكسبورت من غير علامه مائيه عشان اصلا انا مشترك في الباقه بتاعه توب فيو. إذا ما عندك شنطة الماجيك فأنت خسران الكثير. شنطة لازم تلازمك كل يوم ولأي مكان، تتوسع وتطوي نفسها بأسلوب ساحر، بقدر تشيل كل اللي تحتاجه ليومك، بتتشال على الكتف بسهولة أو تعلقها في الترولي بإتقان، للجيم، للنادي، للشغل أو السفر، دايما معاك، مصنوعة بخامة عالية الجودة، صيني الصنع، ولا تنسى إنها ووتر بروف يعني ضد الماء تماما، والسعر مفاجأة، وكمان التوصيل مجاني لأي مكان في مصر. لحجز شنطة الماجيك سيب رسالة على الخاص الآن. وده هيبقى شكل الفيديو بعد ما خلصناه، وبجد الفيديو طالع شكله قريب من الطبيعي جدا، وكأن بالظبط شخص حقيقي هو اللي طالع بيتكلم عن نفسه وبيشرح المنتج او تجربته مع المنتج. لكن طبعا ارجع اقول لك انك لو عملت الفيديو بصورتك وبشكلك وانت اللي بتشرح الفيديو وبتشرح المنتج للناس هتكون احسن طبعا يعني. لكن لو مش عايز تلجأ للطريقة دي دلوقتي فانت ممكن تستخدم طريقة الذكاء الاصطناعي اللي اتكلمنا عنها. لكن دلوقتي بقى طبعا انا في حاجة متأكد انك عايز تقولها لي، موقع توب فيو موقع مدفوع يا عم، واحنا لسه في الاول ومش عايزين ندفع فلوس. وهنا بقى عندنا طريقتين بننصح بيهم. الطريقه الاولانيه ان احنا قبل كده كنا عملنا كذا فيديو ازاي تسوق للمنتجات بطريقه مجانيه، سواء عن طريق موقع فيديو ماجيك، وهو موقع الباقه المجانيه فيه كبيره جدا، بس المشكله بتاعته ان كواليتي الفيديوهات مش حلوه، وهنسيب لك لينك موقع فيديو ماجيك تحت في الديسكربشن. وفي برضه طريقه تانية مجانيه انك ممكن تجيب صور وفيديوهات وكده موجوده يعني من على النت او تبع المنتج، وتقعد تركبها على كاب كات وتركب عليها فويس اوفر وانت اللي تعمل السكريبت وتعمل القصه دي كلها، ودي برضو كنا شرحناها بفيديو هنسيبه لك تحت برضو في الديسكربشن. فدول دلوقتي طريقتين مجانيتين، بس المشكله ان كواليتي الفيديو ما بتطلعش حلوه في الاخر. والحل التاني بقى وهو حل مدفوع بس هو موفر جامد جدا، ان احنا عندنا في القناه دلوقتي فتحنا خدمه ان احنا ممكن نصمم لك فيديو على موقع توب فيو، وهو الموقع اللي احنا عملنا عليه الفيديو بتاع البنت بتاع النهارده. وهو انت كل اللي هتعمله انك هتبعت لينك المنتج، وبعد كده تخش على موقع توب فيو وتختار شكل البلوجر او الانفلونسر اللي عايزه يعمل لك الفيديو، وبعد كده بقى هيبقى دورنا احنا هنصمم الفيديو ونرفعه لك باعلى كواليتي ونبعته لك. وطبعا كل الكلام ده هيبقى بسعر رمزي جدا مقارنه بالاشتراك بتاع التوب فيو، وهنتحاسب معاك بالفيديو مش بالشهر ولا بالسنه ولا باي حاجه. والحركه دي بقى احنا عملناها عشان دلوقتي في واحد ممكن عايز يسوق لمنتج او منتجين بالكتيره جدا يعني، فهو ليه بقى يدفع اشتراك وفلوس كتير في الاشتراك
اشتراك وهو عايز فيديوهين بس، او يا اما حد تاني عنده مشكله اصلا ومعهوش حساب بنكي او معاه كارت انه يعرف يدفع بالدولار، فده برضو احنا عايزين نحل له مشكلته. اظن كده انا حليت لك كل المشاكل، اديتك طريقتين مجانيتين واديتك طريقه مدفوعه بس بسعر رمزي جدا، كده عملت اللي عليا وزياده. ولو عايز بقى تستعلم عن الخدمه بتاعتنا دي فابعت لنا مسج على جروب التليجرام وهنسيبه لك تحت في الديسكربشن واحنا هنبعت لك التفاصيل كامله. وكده خلاص انا عداني العيب بقى في كل حاجه، دلوقتي الدور عليك بقى انك تبتدي وبجد. ودلوقتي بقى فاضل اخر خطوه معانا في المشوار اللي احنا عملناه كله النهارده ده. هو انا بقى ازاي دلوقتي لو جالي عميل سواء بقى بعت لي في الكومنتات او كلمني على الخاص او ايا كان، جبت عميل يعني وقال لي دلوقتي انا عايز الشنطه وعايز اشتريها، ايه بقى اللي انا هعمله دلوقتي عشان اوصل له الشنطه دي؟ فانا هعلمك دلوقتي بقى ازاي تخش تعمل اوردر من على موقع فيندور افيليت بطريقه سهله وبسيطه جدا، وهي الطريقه دي ثابته في اي موقع تسويق بالعموله عربيه. ودلوقتي بقى انا لو جالي عميل وقال لي عايز الشنطه دي، فانا هاجي هنا على اللينك بتاع الشنطه اللي احنا كنا فاتحينه من شويه اللي خدنا من عليه الداتا والوصف وكل حاجه، هاجي تحت على الشمال هنا على اضيف اوردر جديد. هاجي هنا اول حاجه هكتب اوردر جديد، بعد كده هكتب اسم العميل بالكامل، وبعد كده هكتب تليفونه، وبعد كده هكتب تليفون تاني للعميل عشان طبعا ده بتقول له عن الموضوع ده عشان لو انت عايز مثلا ايه هو موبايله مقفول وعايز توصل له المنتج او كده يعني. بعد كده هختار المحافظه، فاحنا مثلا لو حاجه مثلا في محافظه الاسكندريه مثلا او ايا كان يعني، ومثلا هختار المدينه، فهو مثلا لو حته في اسكندريه مثلا في برج العرب او ايا كان يعني او كرموز ايا كان هي فين. وبعد كده بتكتب العنوان، طبعا بتكتب المحافظه والمدينه وبتكتب العنوان ايا كان سواء كانت مركز سواء كانت قريه، بس بتكتبها كده محافظه مدينه مركز قريه بالترتيب كده. طبعا اسم المودريتور ده اللي هو اسمك اللي هو ماسك الصفحه. طبعا بعد كده بقى صفحه العميل على الفيسبوك دي مش مهمه، بعد كده رابط صفحه العميل دي برده مش مهمه. مثلا ملاحظات مثلا زي العميل ده مثلا ما بيبقاش متوفر بعد الساعه 6 بالليل، العميل ده مسافر من يوم كذا ليوم كذا، العميل ده مثلا ابعت له على الواتساب ما تكلموش على الموبايل عشان الحته ما فيش فيها شبكه ايا كان يعني. وهنيجي هنا بقى عند المنتج. هنا اول حاجه بقى الشنطه، اول حاجه هتختارها طبعا هنا طبعا مفيش مقاس في الشنطه، فانت في الوان هتلاقي هنا بقى الموف النبيتي الرصاصي الاسود ايا كان العميل قال لك انا عايز انهي لون. وبعدين الكميه هتكتب 1، والسعر هنا بقى طبعا سعر الشنطه 360 جنيه، لو انت عايز تغيره هتروح تكتب على تغيير السعر هتدوس عليها. وهنا بقى الموقع فيه حاجه حلوه جدا ان هو مش بيخليك تعمل اسعار زي ما انت عايز لو عايز تقلل، عشان انت لو قللت انت كده اصلا بتضرب المنتج في السوق. فهو هنا مثلا عامل لك ان حد ادنى للسعر اقل حاجه للسعر 350 جنيه زي ما انت شايف، ما ينفعش اقل من كده لازم يبقى اكتر. وهنا بيكتب لك العموله بقى، يعني لو 350 جنيه انت هيبقى لك عموله 65 جنيه. انما مثلا لو رحنا مثلا هنا وحددنا ان السعر عايزينه مثلا يبقى 400 مثلا، فنلاقي هنا ان العموله بقت 115. طبعا بقى انت بتختار بقى انت عايز تبيعه بكام وتاخد عمولتك كام وكده. وطبعا كل التكلفه دي بتبقى غير مصاريف الشحن، يعني هنا مثلا قلنا ب 400 وتكلفه الشحن 445، يعني الشنطه كلها تقف ب 445. دول اول ما العميل يدفعهم هيترد لك في حسابك انت على طول عمولتك اللي هي ال 115 جنيه، فده توتال العميل بيدفعه ومنهم كمان عمولتك. بتعمل الشحن بقى دلوقتي ولا في وقت لاحق، فانت مثلا ممكن تقوله دلوقتي في وقت لاحق ده مثلا بقى انت بتحدد مثلا ممكن هو جاي بعد اسبوع بعد اسبوعين، بتحدد التاريخ اللي انت عايزه. بعد ما تختار كل البيانات دي وتكتبها واحده واحده زي ما احنا عملنا كده، بتروح تدوس على سبميت، وكده خلاص انت عملت الاوردر بتاعك. وكده خلاص دي اخر خطوه معانا، واحنا كده دلوقتي وضحنا كل الطرق الصح بتاعه التسويق بالعموله على التيك توك في العالم العربي بتاعنا، اللي انت مش محتاج اي حساب تاني لامريكي ولا دوله تانية، ده ممكن تعمله من حسابك العادي. وكل الباقي بقى دلوقتي بقى عليك انت ان انت اصلا تبتدي وتتحرك. وكده خلاص احنا وصلنا لاخر الفيديو، لو في اي حاجه واقفه معاك او خطوه واقف فيها فابعت لنا على جروب التليجرام او سيب لنا كومنت تحت واحنا هنرد عليك. ويا ريت تسيبوا لنا كومنت وتقولوا لنا الفيديو الجاي عايزينه عن ايه، عشان بصراحه احنا ذات نفسنا مش عارفين، فيا ريت انتوا يعني ايه ترسموا لنا الطريقه كده او ترسموا لنا الخريطه زي ما بيقولوا، وتحددوا لنا الفيديو الجاي نعمله عن موقع ايه او فكره ايه او ايا كان. وطبعا في الاخر ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد اول باول. وان شاء الله استنونا بفيديو جديد بفكره جديده، ونشوفكم على خير. سلام.